بقه كل ما يجي ايه يعني يجيب عميل او زبون عشان يبيع له البيت او كده، انا عايز يخلص بس على مين يا حاج؟ لا فرار يا حبيبي. الجار هناك وربي عنده رادار شعبي بيشوف كل حاجه، ولو حس انك فعلا هتبيع يقوم عامل حمله ضبط اجتماعي يتكلم عليك بالوحش، ينشر اشاعات، يقلل من قيمه البيت، يبوظ البيع، البيت يلزمني وانا جار ومحدش يخش عليه، واللي هيخش هنا انا هنقعد معاك ميعاد ونخلي ونسوي، الا الغريب يدخل المكان. في نفس الوقت هو مش عايزك تمشي، هو عايزك تفضل قاعد موجود تحت عينه، بس في النهايه لما تبيع تبيع له هو. بعض الاماكن في الصعيد نفس الحكايه زي ما في الارياف في وجه بحري. الحقيقه بقى ان الصعيد مش محتاج محامي بقى علشان يحل موضوع البيت ده والارض اذا كنت بتبيعها ولا غيره. ده عايز مفاوض اجتماعي بين الجيره والمصلحه والسمعه والعشره اللي ساعات بتتحول للاسف الشديد لسلاح في وشك. ديت المشكلة الكبيرة قوي من ضمن مشاكل أو من سلبيات الأرياف، إنك راجل تفضل طول حياتك عايش بين أهلك وناسك وجيرانك وعارفينك كلهم وأنت عارفهم كلهم على مدار المركز أو المحافظة، ولما سيادتك تيجي تمشي للأسف لا أنت عارف تبيع بيت ولا عارف تبيع أرض، ولو قعدت في ميعاد يا حبيبي بقى وجابوا لك مرض حلو من أبو علمة حلوة الكبيرة ده يقول لك يا باشا معلش ده جار والجار اولى بالشفعه.